حد عمل فيك حاجه؟ انت فاهم غلط يا ابراهيم. فاهم ايه؟ انت مين يا عم انت؟ قسما بالله اروح فيكم في 60 داهيه. من غير جعجعه وصوت عالي. احلام ما حدش لمسها ولا دسلها على طرف. بالعكس، لما عرفت ان هي تعبانه رحت جبت لها حقنه مسكن واديتها لها، وفي اقل من دقيقه بقت كويسه. صح يا احلام؟ حد دسلك على طرف؟ محدش لمسني يا هيم، بس اخدوا العده بتاعتي. استنى يا احلام، اتكلم معايا انا يا عم انت. عم اسمه الدكتور فوزي. بس يا هقول لك يا عم، انا وانت عايزين نفس الحاجه. البنت دي تعيش وتتبسط. انا متكفل بكل مصاريف علاجها، والعمليه هتسافر وتعملها. ليه ان شاء الله؟ ناقصين ايد ولا رجل؟ احنا غلابه يا بيه، بس راسنا مرفوعه للسما، وايدينا عمرها ما تتمد بره، خصوصا اللي شبهك. لا، ما هي اتمدت. انا كنت قاعد في المستشفى بتاعتي في حالي، وانت جبتها وجيت لحد عندي. شفتها قلت اساعدها. مستشفى؟ انت بقى صاحب المستشفى؟ ايوه. طب اهلا وسهلا، متشكرين يا بيه. مش عايزين منك ومن اللي شبهك حاجه. انا هاخدها ونطلع بره دلوقتي، واللي هيفكر يقرب هرشق البتاعه دي في بطنه. وصلت؟ لا، ما حدش هيقرب لك، ده كان سوء تفاهم. حلو قوي، يبقى وصلت كده. احنا فاهمين بعض. اكيد فاهمين بعض، ما احنا الاتنين لينا نفس الغرض. اتنين ايه وغرض؟ انت مجنون يا عم انت؟ ولا استاد القاهره اللي انت قاعد فيه ده لحس لك دماغك، ولا دي ايه بالظبط؟ لا، ده اخوك جايبها من تحت قوي. يعني ابص اللي قدامي اعرف في جيبه كام، وانت شكلك على الابيض. طب يا اللي من تحت، انا على الابيض عادي، اللي شبهنا كتير، احنا في كل حته. بس انت يا بيه حظك وحش قوي، عشان وقعت في واحد خسر كل حاجه. يعني الحياه دي عنده رخيصه، رخيصه قوي، ولو فكرت تهاوب ناحيته او ناحيه عرضه هيشقك نصين. يعني انت الحياه عندك رخيصه؟ مظبوط.